وداعًا صالح العويل أشهر بلطجية السينما، بدأ باللص والكلاب، ووصف سمير غانم بالأكثر حنانًا، وضرب عادل إمام علقة جامدة في عصابة حمادة وتوتو، وما لا تعرفه عن الراحل صالح العويل. توفي الفنان المصري صالح العويل عن عمر ناهز 78 عام داخل إحدى المستشفيات، حسبما أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي. وسبق وتعرض الفنان الراحل صالح العويل لجلطة في المخ في مسلسل جودر 23 المقرر عرضه في رمضان 2025. وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد عانى الفنان صالح العويل منذ فترة من أزمة صحية شديدة، وتم حجزه في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات لمعاناته من وجود مياه زائدة على الرئة وصعوبة في التنفس. دخل على إثرها في غيبوبة تامة، واشتهر العويل بالأدوار الثانوية في عشرات الأفلام، وبدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم اللص والكلاب وأفلام أخرى وليكم التفاصيل. ولد الفنان صالح العويل في 19 مارس 1946. بدأ العمل الفني في مقهى للكومبارس بشارع عماد الدين، وظل يتردد عليها حتى تعرف عليهم والتحق بالعمل معهم، وظهر في السينما لأول مرة عام 1962 في فيلم اللص والكلاب مع الفنان شكري سرحان. رفض ضرب سمير غانم بالشومة في فيلم إنهم يسرقون الأرانب، واستبدل الشومة بالباذنجان. وصالح العويل الله يرحمه كان بيرى الفنان شكري سرحان أفضل وجه سينمائي في رأيه، وحكى إنه ضرب الزعيم عادل إمام علقة جامدة في أحد مشاهد فيلم عصابة حمادة وتوتو. في أحد مشاهد فيلم حسن اللول انفعل الفنان الراحل أحمد زكي وضربه قلم لم يكن موجود في الفيلم، واعتذر له بعدها وصالحه بهدية مالية. وآخر أعماله كان جودر 2 المقرر عرضه في رمضان القادم 2025. وصالح العويل شارك فيما يقرب من 233 عمل فني، وشارك في 4 مسرحيات وهم زقاق المدى والصعايدة وصلوا وحكيم عيون وغريب الدار. من أشهر الأفلام اللي شارك فيها الخيط الرفيع والرصاصة لا تزال في جيبي والإمبراطور وإحنا بتوع الأتوبيس والراقصة والسياسي وشمس الزناتي ومستر كاراتيه. وتركزت أدواره في تجسيد شخصية البلطجي ورجل العصابة والشرير والفلاح والصعيدي. ومن أشهر المسلسلات اللي شارك فيها أحلام الفتى الطائر والكابتن جودة ورأفت الهجان وليالي الحلمية ويوميات ونيس وجبل الحلال. والراحل صالح العويل زي ما ذكرت تعرض لجلطة بالمخ، وقضى فترة مرضه الأخيرة بالمستشفى وتعافى منها، وكان بيزوره الفنان ياسر جلال دائما. بعد تعافيه من الجلطة شارك في مسلسل جودر وظهر في الكواليس مع ياسر جلال، واتدهورت حالته الصحية ودخل المستشفى يعاني من مياه على الرئة، وكان بيقوم بعملية غسيل كلوي مرة أسبوعيا، وبالإضافة لضعف شديد بعضلة القلب. ربنا يرحمه ويغفر له، وخالص تعزينا للأهل والأصدقاء والوسط الفني. مع السلامة حبايبي.